بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بنجدد الترحيب بيكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. معاكم محاسبة هبة فتحي من قناة أبرار ومدرسة الزهرة التجارية في المنيا. هنبتدي إن شاء الله دلوقتي حل تدريبات الوحدة الأولى، الوحدة المستوى الثالث، جدارات في مبادئ المحاسبة لمهنة كاتب حسابات، ترم تاني، فتابعوني. السؤال الأول: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات. السؤال الأول طبعا الخطأ نصححه إن وجد. في ظل الطريقة الفرنسية للمحاسبة يتم ترحيل العمليات إلى دفتر الأستاذ من واقع دفاتر اليوميات المساعدة ودفتر يومية العمليات الأخرى. صحيح، عبارة صحيحة. رقم 2: المحاسبة هي علم اجتماعي يهتم بتحليل وتسجيل العمليات الرياضية عند حدوثها في دفتر في الدفاتر والسجلات المحاسبية. عبارة خاطئة، بيبتدي يسجل العمليات المالية. يبقى هنعيد رقم 2 تاني: المحاسبة علم اجتماعي يهتم بتحليل وتسجيل العمليات الرياضية عند حدوثها في الدفاتر والسجلات المحاسبية. عبارة خاطئة، بيهتم بتسجيل العمليات المالية الاقتصادية عند حدوثها. رقم 3: تهتم المحاسبة القومية بقياس نتيجة أعمال المنشأة وبيان مركزها المالي عن فترة محاسبية محددة. عبارة خاطئة، يبقى تهتم المحاسبة المالية. رقم 4: يهدف علم المحاسبة إلى تحليل وتفسير المعلومات المحاسبية المرتبطة بنشاط المنشأة وتوصيلها للفئات المستفيدة منها. عبارة صحيحة. رقم 5: تختلف المجموعة الدفترية التي يتم إمساكها باختلاف حجم المنشأة والطريقة المحاسبية التي تتبعها. صح، حسب حجم طبعا المنشأة. رقم 6: تسمى الطريقة الإيطالية بطريقة الدفتر الواحد، وذلك الاعتماد على دفتر واحد يجمع بين اليومية والأساس في آن واحد. طبعا دي غلط، تسمى الطريقة الأمريكية. تمام، يبقى احنا كده صححنا الخطأ في صح وغلط. هنبتدي ناخد السؤال التاني بإذن الله. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المتاحة لما يلي. أي من المبادئ المحاسبية التالية يؤيد الاعتراف بالخسائر المتوقعة المحتملة ولا يؤيد الاعتراف بالأرباح المتوقعة المحتملة؟ عندي هنا الحيطة والحذر، الاعتراف بالإيراد، الثبات، التكلفة التاريخية. لا، هنا عندي الحيطة والحذر. ببتدي أعمل مخصصات إهلاكات للحاجات المتوقعة، الخسائر المتوقعة في المستقبل. رقم 2: أي من المبادئ والفروض المحاسبية التالية يلزم المنشأة بعدم تغيير القواعد؟ يلزم المنشأة بعدم تغيير القواعد والسياسات المحاسبية من فترة لأخرى. مبدأ الثبات. أي من المبادئ والفروض المحاسبية التالية؟ هنعيد السؤال تاني. أي من المبادئ والفروض المحاسبية التالية يلزم المنشأة بإظهار جميع المعلومات المحاسبية المهمة والضرورية لمساعدة مستخدمي المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات؟ مبدأ الإفصاح. رقم 4: في ضوء أي من المبادئ أو الفروض المحاسبية التالية يتم تسجيل أصول ممتلكات المنشأة على أساس تكلفة شرائها بغض النظر عن قيمتها السوقية؟ طبعا مبدأ التكلفة التاريخية. آخر سؤال: في ضوء أي من المبادئ أو الفروض المحاسبية التالية يتم تقسيم عمر المنشأة لفترات زمنية؟ إلى فترات زمنية تسمى بالفترة المالية أو السنة المالية. طبعا الفترات الدورية. السؤال الثالث: أكمل الفراغات التالية بالكلمة أو الجملة المناسبة. يطلق مصطلح الأساس الاستحقاق على الأساس الذي في ضوء لا يتم تسجيل مصروفات في الدفاتر والسجلات المحاسبية إلى بعد سدادها. طبعا بعتذر، الخطأ ده. يطلق مصطلح الأساس النقدي على الأساس الذي في ضوءه لا يتم تسجيل المصروفات في الدفاتر والسجلات المحاسبية إلا عند سدادها. رقم 2: يستخدم المعلومات المحاسبية ويستفيد منها كل من الملاك، المستثمرين، متخذ القرارات، المقرضين، مصلحة الضرائب، العاملين جوه الشركة، العاملين خارج الشركة، أي حاجة. فأنا نقيت حاجات كده، البنك مثلا، الشريك الجديد، أي حاجة حضرتك ممكن تكتبها في مستخدمين المعلومات المحاسبية. وأنا اخترت 5 حاجات أو 4 حاجات. نيجي نقطة رقم 3 من أهداف المحاسبة المالية: تحليل العمليات المرتبطة بنشاط المنشأة من واقع المستندات المؤيدة لها وتسجيلها في الدفاتر المحاسبية. رقم 4: يطلق مصطلح المنشأة الفردية على المنشأة التي تكون ملكا لشخص واحد وغالبا ما يكون هو مديرها ويكون مسؤولا من الناحية القانونية بصفة شخصية عن التزاماتها. تعد القوائم المالية وسيلة نقل المعلومات المحاسبية لمستخدميها والمستفيدين منها داخل المنشأة وخارجها.
تمشي برضو تعد المحاسبة تمشي. تمام. كنت سعيدة أوي بوجودي معاكم، وما ننساش الاشتراك مع القناة وتفعيل الجرس لتصلكم كل الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.